حسام حسن بعد الفاول اللي اتعمل طبعا هيتجنن، لان هو من منطقه خطيره. حاول التوجيهات للاعيبته محدش يعمل حاجه. بيندع على الجون بيقول له اقع. بيندع على حارس المرمى يقول له اقع. الجهاز كله بيندع على حارس المرمى بيقول له اقع. هيعمل تغيير دلوقتي، الحارس ما رضيش يقع فعاوز يعمل تغيير دلوقتي عشان خاطر يوقف الفاول. لحد من الجهاز يعني اعتقد دي مقصوده عشان خاطر يهدوا اللعب ويهدوا ضغط الاهلي. هنا بصوا الناحيه الثانيه كابتن سيد عبد الحفيظ طبعا مستاء من اللي بيحصل. كولر هادي، لعيبه الاهلي كمان يعني واقفين هيتجننوا وبيحصل التغيير دلوقتي. كولر بيقول ايه في ايه ده كله عشان خاطر نلعب. كولر اتجنن لدرجه ان هو يعني في الوقت المختصر بدلا من الضائع من الشوط الثاني يتم تغيير الثاني لفريق النادي المصري بنزول عمر طارق رقم 23 بدلا من حسين السيد رقم 17. اتجنن على الوقت كابتن سيد. كولر زهقان. لعيبه الاهلي كمان فاول من ناحيه خطيره. يا ترى ايه اللي هيحصل فيها الفاول دي؟ اتلعبت الفاول حلوه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض يا نهار ابيض. لو كان يعني حط دماغه في الكوره لتحت شويه كده كانت جول، لكن للاسف يعني فرصه كانت خطيره جدا للنادي الاهلي بتضيع بغرابه شديده. قربنا خلاص على نهايه المباراه. كابتن سيد عبد الحفيظ زي ما احنا شايفين. كولر هيتجنن كابتن سيد من الحكم. كابتن سيد كابتن حسام حسن برضو بيتكلم مع الحكم الرابع.